قبل ما تصدقي الكلمة اللي قالوها لك، تعالي نسمع الحكاية من الأول. يمكن تكتشفي إن اللي بيسموه سلبية هو في الحقيقة هدوء ووعي وقوة. خدي نفس عميق واسمحي لنفسك تسمعي الحلقة دي بقلبك مش بودانك. عارفة الكلمة اللي بتتقال كأنها حكم، انتي سلبية؟ في الحلقة دي هتفهمي إنها مش حكم، دي فرصة. فرصة تكتشفي فيها إن الهدوء مش ضعف، وإنك أقوى مما تتخيلي. كلمة النهاردة هي كلمة عادية، هنتكلم عن كلمة بتدخل كده جوه القلب من غير استئذان. انتي سلبية، بس المرة دي مش هتكسرك، هتسمعيها بطريقة مختلفة خالص. هتعرفي ازاي ترجعي منها وانتي أقوى، لأن جوه كل كلمة مؤذية في مساحة صغيرة نقدر نرجع فيها نفسنا ونفهم قوتنا الحقيقية. النهاردة في مساحة لنفسك هنفكك الكلمة دي مع بعض ونشوف هي بتعني ايه فعلا، وإزاي نقدر نحمي نفسنا منها ونستغلها لصالحنا بدل ما تكسرنا. وافتكري إن دي رابع حلقة من سلسلتنا عن الكلمات المؤذية نفسيا، سلسلة كل كلمة جواها حكاية. لو فاتتك الحلقات اللي فاتت زي انتي فاشلة وانتي غبية وانتي مملة، ارجعي اسمعيهم بعد الحلقة دي، لأنهم كلهم مكملين بعض. كلمة انت سلبية دي بتتقال كتير جدا، لكن قليل قوي اللي بيكون فاهم معناها صح. في ناس بتقولك انتي سلبية لمجرد انك شخصية مش متحمسة، او مش بتتكلمي كتير، او انك بتحبي تقعدي في هدوء. لكن المعنى الحقيقي للسلبية مش كده خالص. السلبية يعني انك تستسلمي للموقف من غير ما تحاولي تتصرفي، انك تبقي عارفة ان في مشكلة ومش بتتحركي. لكن انك تكوني هادية او بتحبي تقيمي قبل ما تتحركي، او مش بتندفعي، فده مش سلبية خالص، بالعكس ده نضوج. كلمة السلبية دي لما بنسمعها بيبقى ليها تأثير قوي قوي علينا. لما الكلمة دي بتتقال ممكن تعمل جواكي دوامة من المشاعر، تحس إنك أقل من أي حد، أو إنك مش عارفة تتصرفي. ومع الوقت لو سكتنا للكلمة دي وصدقناها، ممكن نبدأ نتصرف على أساسها ونبقى فعلا سلبيين. لكن في الوقت نفسه الكلمة دي ممكن تكون إنذار، تقولك لحظة، أنا مش سلبية، بس محتاجة أوضح وأعبر عن نفسي أكتر. الأثر النفسي للكلمة دي أو الأذى النفسي اللي بتسببه إنها بتقلل ثقتك في نفسك، بتخليكي تحسي إن رأيك مش مهم، بتبعدك عن المبادرة. ولكن في نفس الوقت لو استخدمتيها صح، ممكن الكلمة دي تخليكي تراجعي نفسك وتقويكي وتخليكي تعبري بوضوح، وكمان هتخليكي تقدري تبني حدود صحية وتفهمي إن مش كل نقد هو حقيقة. عايزة أسمع منك كده، لو اتقالت لك الكلمة دي قبل كده حسيتي بإيه؟ وردِك كان إزاي؟ يا ريت كده تشاركينا تجربتِك في التعليقات. طب أتصرّف إزاي يا رانيا لمّا أسمع الكلمة دي؟ أول حاجة إحنا بنعملها بناخد نَفَس عميق. هتبدئي إن أنتِ تسألي نَفْسِك هو أنا فعلًا كنت سلبية في الموقف ده، والّا أنا كنت بس باخد وقتي عشان أفكّر صح؟ تاني حاجة هتعبّري بهدوء، قولي لنَفْسِك كده أنا مش سلبية، أنا باحب أفكّر قبل ما أتكلم. وتالت حاجة هتعمليها لو اللي قدّامِك بيستخدم الكلمة دي عشان يقلل منِّك، حُطّي حدود. ما حدش له الحق أبدًا إنه يعلّق على طريقتِك في الحياة بالطريقة دي. تعالوا بقى نتعرّف مع بعض على الجانب الإيجابي في كلمة أنتِ سلبية. السلبية مش دايمًا معناها ضعف. لمّا الناس تقول لِك أنتِ سلبية عشان ما بتتكلميش أو مش بتردّي على طول في المواقف، لازم تفهمي إن مش كل عدم تفاعل معناه ضعف. أحيانًا إنِّك تختاري ما تتصرّفيش ده في حد ذاته بيكون تصرُّف. في فرق كبير ما بين اللامبالاة وبين إنِّك تختاري الهدوء عشان ما تتسرعيش. في مواقف الرد السريع فيها بيبوظ الدنيا، والسكوت هو اللي بيحميكي. الناس اللي بتفترض كده إن الإنسان القوي هو اللي بيتكلم كتير أو بيواجه على طول، في الحقيقة الإنسان الواعي هو اللي بيعرف إمتى يتكلم وإمتى يختار إن هو يسكت. السكوت مش دايما سلبية، ساعات بيكون قوة هادية بتقول أنا فاهمة
بس مش هاسمح للكلمة تأذيني. السكوت ده بيديكي فرصة تفكري بوضوح قبل أي رد، كمان بيمنعك من ردود أفعال اندفاعية ممكن تندمي عليها، بيديكي إحساس بالسيطرة على نفسك وعلى مشاعرك. يعني لما حد يقولك أنت سلبية عشان ما ردتيش، أنت في الحقيقة بتستخدمي واحدة من أقوى أدوات النضج، الوعي الذاتي. مش لازم أبدا تثبتي نفسك في كل لحظة، أحيانا بيبقى تجاهل الموقف نفسه هو أكبر إثبات لقوتك. طب ما تيجوا كده ناخد مثال واقعي وحقيقي لشخص من الشخصيات المشهورة، وهو إيلون ماسك. كتير مننا يعرف إن الراجل ده اتعرض لهجوم وانتقادات علنية من كبار رجال الأعمال والسياسيين، واتقال عليه إنه مش بيواجه وإنه سلبي لمجرد بس إنه ما بيردش على طول. لكن إيلون ماسك الصراحة اختار إمتى وإزاي يرد، ولما بيرد بيكون رده مدروس وعملي، والنتيجة زي ما انتم شايفين إنه قدر يحافظ على تركيزه ويبني واحدة من أقوى الشركات في العالم زي تسلا وسبيس إكس وإنك وغيرها كتير. والرسالة بقى اللي أنا عايزة أقولها لك من المثال ده، إن عدم التفاعل الفوري مش معناه ضعف، معناه وعي، وإنك تختاري معاركك، مش بتسمحي لحد يسحبك لطاقة سلبية. اللي ساكت مش دايما سلبي، ممكن يكون ببساطة شخص ذكي عارف إن الرد مش دايما بيكون هو الحل، شخص بيحافظ على طاقته من إنها تتصرف في معارك ملهاش لازمة، بيعزز إحساسه بالقوة والتحكم في نفسه، وبيخلي الناس مع الوقت تحترم هدوءه وتركيزه. علشان كده لما تتعرضي لأي كلمة جارحة أو موقف مستفز، الناس بتكون بتتوقع منك رد سريع أو مواجهة قوية، ولو سكتي هتقولك انت سلبية. لكن في الحقيقة اوعي تنجرفي ورا أي رد سريع ممكن يخليكي تندمي بعد كده إنك رديتي الرد ده. وشعار حلقتنا النهاردة، انتي مش سلبية، انتي ناضجة. عايزكم تكتبوا شعار حلقة النهاردة في التعليقات عشان أعرف إن انتوا لسه مكملين معايا الحلقة. وعايزاكي لو في يوم حد قالك انتي سلبية، فكري كويس قبل ما تصدقي. انتي مش سلبية لمجرد إنك هادية أو بتفكري قبل ما تتصرفي. يمكن تكوني في مرحلة نضج أو بتجهزي لقفزة كبيرة في حياتك. خدي الكلمة وحوليها لطاقة. إزاي أحول الكلمة دي لطاقة وإزاي أتجنب الأذى النفسي للكلمة؟ عايزاكي أول خطوة تعمليها إنك تفهمي إن الكلمة دي رأي شخصي مش حقيقة أبدا، ومش كل نقد حد ينتقدهولك بيكون صح، ومش كل وصف لازم تصدقيه. قولي لنفسك كده بهدوء، هو شايفني كده بس ده مش معناه إن أنا كده فعلا. لما تفصلي الكلمة عن هويتك أو عن ذاتك، ده بيقلل من قوة الكلمة وتأثيرها النفسي عليكي. تاني خطوة تعمليها، هتحولي الكلمة دي من إهانة لمعلومة. بدل ما تسمعي الكلمة دي كطعنة، اسمعيها كفيدباك واسألي نفسك، هل في الكلمة دي جزء صغير ممكن أستفيد منه؟ ولا هي مجرد طريقة غير لطيفة للتعبير؟ لو في نقطة مفيدة في الكلمة خديها وطوري من نفسك، ولو ما فيهاش سيبيها وامشي. اللي بيوجع في الكلمة هو طريقة سماعنا ليها، لكن لما نحولها لمعلومة نستفيد بيها، إحنا بنرجع السيطرة لنفسنا. تالت خطوة تعمليها، هتاخدي الكلمة كمحفز مش قيد. لو قالولك انت سلبية عشان هادية، استخدمي هدوءك في التخطيط والإبداع. ولو قالوها لك عشان مش بتردي بسرعة، استخدمي هدوءك في الرد الواعي مش الانفعالي. ولو قالوها لك عشان مش بتشاركي، شاركي بطريقتك الخاصة مش بالطريقة اللي هم عايزينها. كل مرة حد يحاول يقلل منك بتكون فرصة. وعايزة أقولك، مش كل كلمة بتتقال تستحق إنك تصدقيها. أحيانا الكلمة اللي بتوجعك النهاردة هي نفسها اللي هتطلع منك قوتك بكرة. انت يا سلبية مش نهاية، دي بداية.
بداية إنِك تكتشفي إن الهدوء مش ضعف، وإنِك بتملكي مساحة جواكِ ما حدش يقدر يحدد شكلها غيرِك. أنتِ المصدر الحقيقي لقوتِك، مش رأي الناس فيكِ. أنتِ عندِك طريقة مختلفة بتشوفي بيها الحياة، ومش لازم أبدًا تشرحي ده لأي حد، كفاية إنِك تكوني عارفة قيمتِك. باشكرِك من كل قلبي إنِك كنتِ معايا في حلقة النهارده، ولو حلقة النهارده دي لمست قلبِك فعلًا ما تنسيش تشاركيها مع أي حد ممكن يكون محتاج إن هو يسمعها، وما تنسيش تنضمي لينا في مساحة لنفسِك، عشان هنا دايمًا هتلاقي مكان آمن ترجعي له. في كل حلقة هتلاقي كلمة كنا فاكرينها بتوجعنا هنحولها سوا لقوة ووعي لما نفهمها مع بعض. هستناكي في الحلقة الجاية وفي مساحة جديدة. من دلوقتي للحلقة الجاية خدي بالك من نفسك واديها مساحتها.